طلاب البكالوريا في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم مستر مصطفى عاطف، وان شاء الله النهارده هنشتغل مع بعض الحصه الثالثه في الكورس التاسيسي لماده المحاسبه الماليه. فلو ما شفتش الحصه الثانيه هتلاقي اللينك بتاعها في الوصف تحت. خدنا الحصه الثانيه واشتغلنا مع بعض وعرفنا اهداف المحاسبه وعرفنا قائمه الدخل كويس جدا. في الحصه بتاعت النهارده حصه مهمه جدا وهنشتغل مع بعض ونعرف ايه هي قائمه المركز المالي، تاني قائمه عندك ان شاء الله في المنهج، ودي مترتب عليها باقي المنهج كله. اللي احنا بنتكلم في الاساس اللي هيأهلنا او هيأسسنا للمنهج ونبقى شغالين مع بعض بشكل سلس وبسيط. فسمي الله كده يا بطل ويلا بينا نبدأ. قائمة المركز المالي او اللي بنسميها الميزانية العمومية دي بتعرفني هل الشركة غنية ولا فقيرة، ونعرف كل حاجة عنها. فتعالى كده بسم الله. فهنا المركز المالي بقول عليه الميزانية العمومية. القائمة دي بتحدد لي الشركة غنية ولا فقيرة. طب عشان نعرف الكلام ده لازم أسأل نفسي سؤالين مهمين جدا. ايه السؤالين؟ رقم واحد، الشركة دي عندها ايه؟ لازم اعرف الشركة دي عندها ايه. يعني ايه الشركة عندها ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي الشركة بتمتلكها؟ يعني ايه اللي موجود عندي جوه الشركة؟ يعني ايه الحاجات اللي ملك للشركة؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الشركة جابت الحاجات منين؟ يعني الشركة الحاجات اللي جوه الشركة دي دفعتها من جيبها او من جيبها الخاص ولا استلفت فلوس من ناس تانية؟ يبقى تاني حاجة، الشركة جابت الحاجات دي منين؟ يعني فلوسها دفعتها من جيبها ولا استلفت الفلوس من حد؟ يبقى أنا عشان أحدد الشركة غنية ولا فقيرة بسأل نفسي سؤالين. رقم واحد، الشركة دي عندها إيه؟ لازم أعرف الشركة دي عندها إيه؟ يعني إيه الحاجات اللي الشركة بتمتلكها؟ إيه اللي جوه الشركة؟ إيه ممتلكات الشركة؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الشركة دي جابت الحاجات دي منين؟ يعني الشركة دلوقتي الحاجات اللي عندها جوه هل دفعت من جيبها وقومت الشركة من جيبها الخاص بس ولا استلفت فلوس من الناس؟ يبقى لازم أسأل نفسي السؤالين دول، سؤالين مهمين جدا جدا. طيب تعالى ناخد مثال نفهم بيه الكلام ده واحدة واحدة مع بعض. صاحبك قرر يفتح محل صغير يبيع شواحن وسماعات وكفرات موبايل. حلو. جه حسبها لقى ان هو محتاج 20,000 جنيه عشان يجيب البضاعة دي ويعرضها في المحل. فصاحبك فتح جيبه لقى معاه 15,000 جنيه. يبقى فلوس صاحبك دي عشان يفتح المحل اللي في جيبه 15,000 جنيه. طيب هو قال لك ان المحل كله محتاج 20,000 جنيه، فعمل ايه؟ راح عشان يكمل ال5,000 الباقيين استلفهم من اخوه الكبير. يبقى صاحبك قرر يفتح محل موبايلات. المحل ده حسبه لا هيكلفه 20,000 جنيه، طلع من جيبه عشان يحسب يشوف معاه كام ما يفتح المشروع، لقى 15,000 جنيه. فهو بالتالي دلوقتي محتاج 5,000 عشان يقدر يفتح المشروع. فراح كلم اخوه الكبير واستلف منه ال5,000، فبالتالي بقى معاه 20,000 جنيه يقدر يفتح بيهم المحل. طب تعالى افهمك حاجة مهمة جدا جدا. طيب دلوقتي هو معاه 20,000، راح اشترى ايه؟ الشواحن، السماعات، الكفرات، كل الحاجات اللي في المحل دي دلوقتي بقت ملك المحل او بقت ملكه. طب الحاجات اللي بتبقى ملك جوه المحل او جوه الشركة بقول عليها لفظ في المحاسبة اسمه الاصول. يبقى انا دلوقتي عايز اعرف تعريف الاصول. ايه تعريف الاصول؟ تعريف الاصول هي الحاجات اللي المحل بيملكها، يعني الحاجات اللي ملك المحل او الشركة وليها قيمة. يعني ايه ليها قيمة؟ يعني هي بتساعدني اشتغل واكسب فلوس. يبقى اي حاجة جوه عندي في الشركة او جوه عندي في المحل ملك ليا او بمتلكها بقول عليها الاصول. طيب جميل. بعد كده عندي حاجة اسمها الالتزامات وعندي حاجة اسمها حقوق الملكية. ركز معايا عشان الحاجات اللي انا بقول لك عليها دلوقتي دي اساس المحاسبة. الحاجات دي اللي هتخليك رقم واحد في المادة. الالتزامات، هو مش دلوقتي قلت لك في المحل هو كان عايز يفتح المحل ب20,000 جنيه، فتح جيبه لقى 15,000 وراح استلف ال5,000 منين؟ من اخوه. يبقى ال5,000 اللي استلفهم من اخوه بقوا ايه؟ بقوا دين عليه. بقى دين عليا لاخويا ان هو عايز 5,000. دي بنسميها الالتزامات. يبقى الديون اللي عليا بقول عليها الالتزامات. الالتزامات دي يعني ايه التزامات؟ يعني انا ملزم اسدد ال5,000 جنيه دول
لاخويا الكبير اللي انا استلفتهم منه، يبقى دي اسمها الالتزامات. يبقى الفلوس اللي انت سالفها من حد او الدين اللي انت سالفه من حد بقول عليه الالتزامات. طيب جميل. طيب ايه حقوق الملكيه دي بقى؟ ركز معايا. ومش دلوقتي هو طلع من جيبه لقى معاه 15000، ال 15000 دي اللي صاحبك دفعهم من جيبه من تحويشته، دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها حقوق الملكيه. مش انا طلعت فلوس من جيبي عشان عايز افتح المشروع فلقيت معايا 15000، حلو، الفلوس اللي بتاعي دي مش دي من حقي، دي بتاعتي هفتح بيها المشروع، فبقول عليها حقوق ملكيه. او الفلوس اللي بطلعها دي ليها اسم تاني، ليها اسم تاني بقول عليها رأس المال. بس رأس المال ده جزء صغير من حقوق الملكية. يبقى ال 15000 اللي أنا طلعتهم من جيبي اللي صاحبك طلعهم من جيبه دي بقول عليها حقوق ملكية، بقول عليها فلوسي رأس مالي اللي أنا دخلت بيه الشركة أو دخلت بيه المحل عشان أقوم المحل بتاعي. يبقى ده الفرق ما بين الالتزامات والفرق ما بين حقوق الملكية. طيب بص بقى ركز معايا، في حاجة اسمها، الجزء ده مهم جدا 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 فركز وخليك مصحصح معايا. الجزء ده بيقول لي ايه؟ المعادله المحاسبيه. دلوقتي ال 20000 اللي احنا قلنا عليهم سميناهم اصول، صح؟ طب الاصول دي جت منين اصلا؟ جمعنا ال 15 من جيبي او من جيب صاحبك، وال 5000 استلفهم من اخوه. جميل. يبقى انا دلوقتي المعادله بتقول لي ايه؟ مش انا دلوقتي الاصول كلها ب 20000؟ حلو، الاصول كلها بايه؟ ب 20000. طيب انا عندي قلت هنا، ركز معايا، انا دلوقتي مش الالتزامات 5000، ال 5000 اللي انا استلفتهم، وحقوق الملكيه اللي هي راس المال اللي هي كام؟ اللي هي ال 15000 بتوعي. يبقى اذا الاصول كلها، احنا قلنا الاصول اللي هي الممتلكات اللي هي ال 20000، حلو، وبعد كده انا معايا 15 واستلفت 5، بقى الاصول ب 20 والالتزامات وحقوق الملكيه بقوا ب 20. يبقى انا اطلع من الكلام ده بحاجه مهمه جدا جدا، حاجه اسمها المعادله المحاسبيه. المعادله المحاسبيه بتقول لي ان الاصول بتساوي حقوق الملكيه زائد الالتزامات، او بمعنى اصح او بالمعادله اللي هتبقى موجوده في المنهج وهتنزل لك، الاصول بتساوي، الاصول تساوي الالتزامات، الفلوس اللي انا استلفتها زائد حقوق الملكيه. حلو، يبقى ده الجزء بتاعي. حلو. طيب تعالى بقى لحاجه اوضح لك اكتر بمثال تاني. يبقى انا دلوقتي المشروع قلنا ان هو معاه بضاعه ب 20000، خد 5000 من اخوه، بقى التزامات، بقى عليه دين، الدين ده هو ملزم ان هو يسدده ال 5000، وال 15000 جنيه دي بنقول عليها حقوق ملكيه او بنسميها دي راس المال اللي هو راس ماله. بعد كده قلنا 20000 جنيه اللي هي قيمه المحل كله اللي هي هتبقى ممتلكات المحل، بقول عليها الاصول. يبقى الالتزامات ب5، يبقى اذا 20000 الاصول بتساوي حاجتين، الالتزامات ب 5000 زائد حقوق الملكيه ب 15000. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الحصه الثالثه من الكورس التاسيسي لماده المحاسبه الماليه. ما تنساش ان احنا هنكون موجودين معاك في اسكندريه كلها من العمريه لحد المنظره، ولو انت طالب من محافظه بعيده ما تنساش ان احنا بنجهز لك اقوى منصه هتسمع عليها المنهج وهيتم عرض عليها المنهج بالكامل. اشوفكم على خير، سلام.